وبما اني انا مش قادرة وزي ما انتوا عارفين النهاردة اليوم ال13 ليا بعد الولادة التانية. طبعا الشقة مقلوبة زي ما انتوا شايفين كده، والمطلوب مني ان انا اروق الشقة علشان اتبهدلت خالص في الفترة اللي انا ما كنتش قادرة اقوم فيها. كل حاجة مقلوبة على بعض وكل حاجة بايظة وكل حاجة مرمية هنا وهنا من كنت ان انا تعبانة ومش قادرة اقوم. فالمطلوب مني دلوقتي ان انا اروق كل الدنيا المتبهدلة دي. واهلا بيكم مع مي محمد في روتين ست متجوزة ما وراهاش شغل ولا مشغلة غير ترويق بيتها وتشوف ولادها. وهنا بقى وانا ببص على الحسرة بتاعتي بعد ما الاسبوع خلص، نطفوا البلالين وخدوا كل حاجة وسابوا الزينة، سابوها ليه مش عارفة. فانا هشيلها كلها. طبعا الحيطان باظت اكتر ما هي بايظة، هشيلها كلها وهبتدي ان انا اروق. وهنا وانا قاعدة ومش عارفة اعمل ايه، اشيل العيال بتزن ولا اقوم اروق الشقة. شغلت القرآن شوية قلت عشان الشيطان ما يعطلنيش، عشان مش هينفع ان انا اقعد واسيب الشقة كده. طبعا دي الستارة اللي كنت فرشاها قبل ما اروح اولد، فطبعا هتتشال لان بقت زي الطينة، وزي ما انتوا شايفين ان هي فاتحة، فكل اي واحد ايده وسخة بيمسحها في الستارة عشان تنضف. هنشيلها ونركب ستارة تانية هي اغمق منها وهتمنع دخول ضوء الشمس، علشان ضوء الشمس بيخش للأوضة الصبح واحنا نايمين بسبب الستارة فبنصحى. انا علقت الستارة دي انا بحبها قوي، هي مش حلوة بس انا بحبها عشان بتاعت مامتي. وهغير نظام الركنة علشان زي ما انتوا عارفين اني كنت انا عاملة نظام تاني قبل ما اروح اولد. فلما لقيت الدنيا اتبهدلت قلت لا انا لازم ارجع كل حاجة زي ما كانت. طبعا انا كان ممنوع ان انا ازق ولا اشيل اي حاجة تقيلة، فكان ابني الصغير كان بيساعدني. هنا شلت كل الفرش علشان لما اجي اعرف نزق حاجة ما يكونش في حاجة ايه معصلجة معانا. وهنا بعد ما خلصت الصالة وده النظام اللي انا كنت عاملاه في الاول خالص رجعته للاول. وهنا هنبتدي ان احنا ننضف السفرة. طبعا ما بقاش غير الاربع بلالين دول، فانا استحرمت ان انا ارميهم مخليهم عاملين شكل كده على السفرة. وانا بعد ما نضفت السفرة ومسحتها، طبعا يا جماعة انا بقصر عليكم الفيديو علشان انا ابني بيعيط كل شوية، اروح اشيله اروح اشوفه انقله من هنا لهنا. وهنا بعد ما خلصت الصالة خالص حتى الأوضة خلصتها، وكل ده غسيل عندي عايز يتغسل. زي ما بقولكوا بقالي 12 يوم مش بتحرك، يا دوبك دي أول ولادة قيصرية ليا، الولادة الأولى كانت طبيعية. فبحاول ان انا اوريكم على قد ما اقدر انا عملت ايه. طبعا شلت كل على التسريحة ومسحته، والملاية كنت لسه فرشاها امبارح فيعني مرضتش اشيلها، قلت اقعد يومين تاني وبعد كده اشيلها. وانا بعد ما خلصت وكنست ومسحت هنخش على المطبخ. طبعا الدنيا تقلب بمعنى اصح، يعني مش زي ما هوريكم، زي ما هتشوفوا في الطبيعة. وادي هنا اهو ببتدي بقى ان انا ايه بلم القلبان ده. طبعا ده فينو عندي بايت. انا عايزه اقول لكم ان انا بعد سابع يوم من الولاده اللي هو الاسبوع ابتديت ان انا امشي شويه، بعد كده رجعت ان انا قعدت تاني وتعبت. فالحمد لله يعني كنت بقدر يعني اقوم اصبن حبه مواعين اعمل حبه اكل، لكن ان انا ما اقدرش اوطي ولا اكنس ولا امسح ولا اشيل حاجه. طبعا كان في حبه فينو عندي ناشف، ده انا ما برموش، ده انا بقطعه بعيد تدويره وهوريكم هنعمل بيه ايه المره الجايه. طبعا فينو على كايزر على بقسماط بقطعه بحطه في سله وبسيبه لغايه ما ينشف ويبقى معايا محمص. طبعا عايزه تستاهلي على التركايه دي ممكن تدخليه الفرن هيبقى برضو زي ما هو، بس هيبقى مديكي طعم التحميصه. لا احنا مش عايزين طعم التحميص، احنا عايزين طعم الفينو العادي الابيض، بس عايزينه ينشف براحته طبعا على الهواء. وهنا هو بعد ما قطعته هرفعه، طبعا زي ما قلنا هنعيد تدويره وهحوش حبه حلوين وهجيلكم بيهم بفيديو. وانا زي ما قلت لكم انا كنت مثلا اقف اعمل حبه اكل املى ازايز انشر حبه غسيل، لكن انا ما كنتش اقدر اشيل ولا اوطي ولا امسح. وطبعا زي ما انتوا عارفين يعني هو بيبي لسه 12 يوم فعلى طول عايز رضاعه، مش عايزني ان انا اقوم من جنبه. وطبعا الله يكرمهم كانوا على طول شايلينه فاخدولي على عادة الشيل. وانصح كل ام اني ما تخليش حد يشيل ابنها كتير، لان هي اللي هتتعب في الاخر، ما تكونش فرحانه ان هما بيشيلوه. لا البيبي نايم يتساب ما يتشالش، لان انت اللي في الاخر هتتعبي وانت اللي هتشيلي الطين ومش هتلاقي حد يشيلهولك في بيتك. يعني انت لما هتيجي تروقي ولا هتعملي حاجه
مش هتلاقي حد يشيلهولك عقبال ما انت تخلصي، لا هتفضلي انت شايلاه بايد وبالايد التانية بتعملي. وانا هنا في الفيديو وانا بمسح الرخامة انا شايلاه بايد وبالايد التانية بعمل، لان هما اخدوه على الشيل فانا مش لاقيه حد يشيلهولي دلوقتي. وهنا بعدين ما خلصت ونام تصبن بقى حبة المواعين. كانش عندي مواعين كتير لان زي ما انا قلت لكم ان انا لما بقف مثلا اصبي مواعين، لكن انا ما اقدرش اوطي امسح اشيل حاجات تقيله، كنت بتعب وبحس على طول في شد في بطني. بس الحمد لله انا لما لقيت نفسي اتحسنت فبدات ان انا اقوم واعمل زي ما انتوا شايفين. وهنا بصبن الكوباية الاول علشان لما يكون في حاجة يعني فيها زفارة فيها طبيخ كوبايات ما تتأثرش بالحاجات دي وبيكون الريحة ثابتة لسه فيها. فزي ما قلت نصيحة مني، البيبي نايم سيبيه مش تشيليه، يعني لو البيبي نايم وعندك حد مثلا عايزة اشيله عايزة اشوفه، يا جماعة ده نايم استنوا لما يصحى، لان يا جماعة بجد والله العظيم البيبي بياخد على الشيل. يعني انا بجد ما كنتش عارفة اعمل حاجة خالص، يعني هو كان يفضل نايم على ايدي اسيبه مثلا اقوم اشرب مية اقوم لازم يعيط. يعني بجد لا حاجة صعبة اللي هي خدانة على الشيل ده مش هيخليكي تعرفي تتحركي. ينام اسيبه عشان انام يعيط لازم ابقى شايلاه علشان ينام. فطبعا احنا مش هنفضل قاعدين للشيل ان اشيله، لا في روتين بيت في اكل هيتعمل في ترويق في مدرسة البيبي تاني. فيا جماعة بجد دي نصيحة مني، البيبي نايم سيبوه سيبوه بجد لانه انتوا اللي هتتعبوا. واجي هنا اهو بعد ما خلصت مواعين هبتدي بقى اغسل مواعين بتاعة الاكل. هنا حلة هي فيها صلصة عشان كده كنت بقولكوا لازم نغسل الكوبايات الاول. ادي حلة فيها صلصة هنبتدي ان احنا ننزل الصلصة كده الاول ونشطر وبعد كده هنصبن. انا عايزه اقولكوا انا يا جماعه النهارده تعبت قوي قوي بجد، فلو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وقدروا تعبي ده ومجهودي اللي حصل النهارده بفايده. وان شاء الله بكره هنزل لكم روتين الغسيل، لان الغسيل ده عايز روتين زي ما انتم شايفين. انا زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو انا شلت كل الحفاظات اللي كانت في الارض والستاير وكل حاجه، لان انا قلت لكم بمعنى اصح الدنيا اتبهدلت. وطبعا كل ست فاهمه كلامي في الموقف اللي انا فيه، وان هي والده وان هي مش قادره تتحرك. طبعا كميه التراب اللي طلعت والقلبان الحاجه اللي اتوسخت والستاير وكل حاجه بمعنى اصح، يعني اكيد فاهمين كلامي لكل ام وصلها النقطه دي او كانت في الموقف اللي انا فيه ده اكيد فهمت قصدي. وهنا اهو بعد ما خلصت المواعين خالص هروح اغسل البوتاجاز اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بعد ما غسلت البوتاجاز زي ما بقولكوا انا بقصر الفيديو لاني انا بروح اشيله انيمه لاني انا بجد مش عارفه اعمل حاجه خالص منه. تمام هنا كده اهو خلاص كده خلصت البوتاجاز وخلصت المواعين، ما فاضليش غير اني انا همسح الارض واغسل الحوض. كده كل حاجه رايقه بجد. انا نفسيتي اتحسنت لما وصلت للنقطه دي ان انا بصبن الحوض. عايزه اقول لكم يعني فرحت لدرجه نقطة تسبين الحوض دي يا جماعة بتبقى حاجة راحة نفسية كده. يعني طول ما الشقة متبهدلة انا نفسيتي تعبانة، وطول ما الشقة نضيفة يعني اعصابي هي اللي تعبانة، بفضل طول ما انا مش امسح دي وانضف دي واشيل دي. فبس انا كده هنا خلصت الشقة خالص زي ما انتوا شايفين. وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. زي ما انتوا شايفين الدنيا بقت زي الفل. ما تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وادي السلحفة بتاعتي اللي مش مخلياني اعرف اعمل حاجة وطول النهار